النهارده احنا في شركة منار، وهناخدكم معانا جولة وهننزل السايت نتفرج عليه. بس انا حبيت قبل ما ننزل السايت نتفرج الاول على الماستر بلان. الحقيقة الماستر بلان مميز قوي واللوكيشن مميز اكتر كمان. احنا هنا في كومباوند 8 فدان. الكومباوند ده فين؟ ده ورا كونكورد بلازا. المنطقة دي منطقة عايشة وساكنة بالفعل. انت ورا كونكورد بلازا وبينك وبين الجامعة الامريكية دقايق، يعني اعلى استثمار في التجمع. طيب خلونا نبص الاول على الماستر بلان. احنا بنتكلم على كومباوند على مساحه 8 فدان في 16 عماره. 9 عمارات. التسع عمارات دول هيكونوا على اللاجون. التسع عمارات دول فيهم مساحات التو بيدروم والثري بيدروم والبنت هاوس. عندي كمان هم عاملين حاجه لذيذه قوي، فاصلين المساحات الاستثماريه اللي هي مساحات الاستوديو اللي هي ال 45 وال 50 والحاجه و50 متر، فاصلينهم عن الاريا دي. في عندي 5 عمارات وفي عمارتين هنا. ليه هم عاملين الحركه دي؟ عاملين الحركه دي علشان الاستثمار. انت واخد يونت استثمار هتتاجر لطلبه، هتتاجر لناس بتشتغل مثلا في التجمع مغتربين، فهو فاصلها لك عن المناطق السكنيه. الكومباوند ده ديزاين باي هاني سعد. يلا بينا نكمل الجولة بتاعتنا وننزل نتفرج على السايت ونشوف الاريا اللي حواليه. طيب مبدئيا كده احنا في شارع سبوت مول دلوقتي، داخلين على السايت بتاع الكومباوند. زي ما انتوا شايفين هي منطقة ساكنة وعمرانة بالفعل من فترة طويلة جدا. احنا عند الجامعة الامريكية. بعتذر بس ممكن تكون الشمس مقصرة شوية في التصوير. احنا دلوقتي قدام كومباوند مينا ريزيدنس، وده الكومباوند اللي قدام كومباوند هولم اللي احنا جايين النهارده نتكلم عليه. ده السايت بتاع الكومباوند، مصورينه من الجزء ده. زي ما انتم شايفين الفلاجز والاعلام والحاجات دي محطوطة على الارض، وبدأوا شغل هننقل لكم من مكان تاني. احنا كمان هنا جنب جامعة رويال كوليدج، ودي تعتبر في ظهر الكومباوند على طول. دي المنطقة المحيطة بالكومباوند. ده مسجد آل ياسر، وده السايد بتاع الكومباوند. تعتبر ده هيكون المدخل للكومباوند، وهنا هيكون موجود العمارات اللي فيها. اللوكيشن بتاعنا هو مميز جدا، مميز ان انت في منطقة اوريدي هي ساكنة وعمرانة، مميز ان انت عند الجامعة الامريكية في شارع سبوت مول، فده بيدي قيمة استثمارية عالية جدا. النهاردة احنا كنا بننقل لكم من كومباوند لشركة مناج، كومباوند هولم. طيب معلش الشمس ممكن تكون مقصرة شوية على التصوير، بس الحقيقة احنا في لوكيشن مميز جدا. دي المنطقة المحيطة بينا. طيب احنا من اول 4,200,000 اقساط على 6 سنين نقدر نمتلك استوديو. الاستوديو ده يتأجر. في كمان باكج خاصة بالتشطيبات لو حد عايز ان هو يستلم متشطب. في عندي كمان مساحات مميزة في ال2 وال3 والبنت هاوس. كل ده في لوكيشن انت في وسط التجمع، بينك وبين الجامعة الامريكية 3 دقايق. انت قريب من كل حاجة. لأي تفاصيل عن الكومباوند، عن المساحات، عن الاسعار، عايزين يونت محددة، كلموني او ابعتولي رقمكم وانا هكلمكم. شكرا لكم. زي ما قلنا حبيت انقل لكم تاني المنطقة المحيطة بالكومباوند. انا دلوقتي في قلب السايت.